نكهة ولا أجمل، طعمة ولا أروع، من أطيب أنواع الدجاج والبطاطا بالصينية. نجيب حبتين دجاج، وهلا بنتبل الدجاج. معلقة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، ورق غار، حبتين ثلاثة هيل، فلفل أسود، عود قرفة، ثوم مقصورة، زيت زيتون أو نباتي. هلا بنحركهم بهي الطريقة، نتبله. ما بدي إياها نتبله كتير، أنا بدي الدجاج بعدين نحط له صوص الثوم يطلع محمر. هلا بنغطيهم بورق الزبدة وبعدين ألمنيوم. بدنا نغطي الصينية بالألمنيوم منيح ونحكم الإغلاق مشان يستوي الدجاج على البخار تبعه. وهلا بنحطهم بالفرن على أعلى درجة حرارة. أنا راح استخدم فرن الغاز. وهلا بدنا بطاطا. وهلا بدنا نقطع بهيدي السكينة. إذا عندكم هيدي السكينة بيطلع منظرها كثير كثير حلو. إذا ما عندكم بأي سكينة موجودة عندكم. بدنا معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، رشة ماجي، مهروس زيت زيتون. هلا بنتبل طريقة ومنسطر البطاطا بالصينية. وهيك صارت عنا جاهزة. وهلا بنحطها بالفرن. هلا فيكم في طريقة تانية، فيكم تقلوا البطاطا قلي بالزيت وتحطوها، بس هي الطريقة صحية وبتعطيك طعمة كتير كتير طيبة. أنا حاطط الدجاج وهلا عم حط البطاطا. شوفوا بسم الله ما شاء الله البطاطا، شوف الله الله على البطاطا الله. هلا صارت البطاطا عنا جاهزة. يا سلام يا سلام، شوفوا بسم الله ما شاء الله الدجاج صار عنا جاهز. الله 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 على الريحة. شوفوا بسم الله ما شاء الله الدجاج نزل المي تبعيته. هلا بمية الدجاج حنعمل الصوص. هلا فيكم تحطوا بطاطا مع الدجاج مع كله مع بعضه مع الصوص وتغلفوه وتحطوه بالفرن، بس ما بيعطيكم هذا اللون الاحمر والطعمه هيك اطيب. وهلا بنسطر الدجاج فوق البطاطا. بدي حبتين ليمون قشره. بدنا راسين توم قشري. هلا بدنا خلاط. في طريقتين للتبله، فيكم تعملوها بالخلاط تطلع منكم مثل كريمه التوم، تطلع الطعمه كتير كتير طيبه، او التوم تدوب المدقه مع الكزبره والعصير الليمون الحامض وترشوه رش. الاسهل لكم فيكم تسووه، بس شوفوا هاي الطريقه بيطلع معكم التوم مثل الفوم غير شكل. بنضيف التوم، الليمون حامض. بتشوفوا الليمون حامض اذا فيه بذر بتشيلوا البذر تبعه. انا اللي عندي بدون بذر. نص معلقه صغيره ملح. ما بدي كتر ملح، بدي استخدم صوص طلع من الدجاج. شوف بسم الله ما شاء الله، بدون زيت بدون مي بدون اي شيء، هذا الصوص تبع الدجاج. نضيف نص كوب زيت نباتي. صار معنا مثل كريمه توم، جمد معنا. بنضيف ربع كوب زيت زيتون. وهلا بنضيف صوص الدجاج. هيك الصوص صار جاهز. شوفوا بسم الله ما شاء الله. اهم شيء نغطي صدر الدجاج كله بالصوص. شوف بسم الله ما شاء الله الصوص كيف مثل الكريمه. هيدا اللي بيعطيكم اللون الذهبي. اهم شيء نغطي الدجاج كله بالبطاطا بهيدا الصوص. كله صينيه دجاج بهي الطريقه وراح تدعوا لي. الله الله الله. ونغطي البطاطا بالصوص. هلا بيحب يضيف مع الصوص كزبره تطلع اطيب واطيب. انا الصراحه ما بدي احط لها
مرتي ما بتحب الكزبره. وهيك صارت عندنا صينيه جاهزه للفرن. شوفوا بسم الله ما شاء الله. اهم شيء نغطي كل الصينيه بهيدا الصوص. وهلا بنحطها بالفرن بالنص، نشغلها بس من فوق للتحمير. وبسم الله ما شاء الله. وهيك صارت عندنا الصينيه جاهزه. الله الله، شوف اللون الذهبي. وهي الصينيه صارت لنا جاهزه. الله الله. شوف بسم الله ما شاء الله. شوفوا البطاطا، شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف الدجاج. وهي عصرة ليمون حامض. بحب يضيف كزبرة، يضيف كزبرة. اكتبوا لنا بالتلاجة بتحبوا تاكلوا جنب صينية الدجاج. انا عملت صحن سلطة، هي سلطة عربية. هيدي الصواني تتاكل بالخبز، شوكي ومعلقة ما بينفع. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. عالم تاني، عالم تاني. وراها واحدة سلطة. خيان ولا في خيان في الصوص. شوف قرب، شوف الدجاج. شوف شوف بسم الله ما شاء الله. وروح يا كبير، نكهة ولا أجمل، طعمي ولا أروع، من أطيب أنواع الدجاج والبطاطا والصينية. حبايب القلب، عملنا لكم اليوم أطيب صينية دجاج بالفرن مع زيت وثوم وحامض. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعة، وتذكروا دائما مع الشيف برهان لا حدود للإبداع.